مرحبا يا حلوين، يسعد مساكم وكل أوقاتكم، ورجعت لكم بوصفة جديدة. اليوم وصفتنا مميزة من المطبخ الإيطالي. بدنا نعمل سيزر سلطة بطريقة كتير مميزة وكتير لذيذة، بتمنى تجربوها. ويلا مع الوصفة. بنحتاج لوصفتنا صدور الدجاج بدون عظم مقطع مربعات صغيرة، وبنحتاج كمان خبز توست مقطع مربعات، وبدنا خس، وبدنا توم مفروم، وبدنا أنا استعملت هون بهارات البيتزا أو البهارات الإيطالية مع شوية ملح وخردل ومايونيز، وبدنا كمان زيت زيتون، وبدنا جبنة رومي أو بارميزان. هلأ بدنا نضيف الأعشاب مع الملح مع الملح والثوم مع زيت الزيتون، نخلطهم كتير منيح. هلأ بدنا نتبل الخلطة هاي، بدنا نتبل فيها الخبز التوست عشان تاخد نكهة كتير زاكية. هلأ بدنا نحط الخبز بصينية عشان نحطه بالفرن، نخليه يتحمر شوي، يتحمص، بس ما بدنا نطول عليه لأنه بياخد لون بسرعة. هلأ بدنا نحط الخلطة الجزء الثاني على الدجاج، بدنا نخليه يعني أقل حاجة ساعة عشان يتشرب النكهة. هلأ بالخلاط بدنا نحط مايونيز، للصوص طبعا مايونيز، وبدنا شوية خردل، ما تكتروا لأنه ما بدنا نغير الطعم. بدنا نحط تومة مفرومة ناعم وتوم مهروس. طبعا في إضافة اللي هي لبن الزبادي، أنا حطيتها عشان قوام الصلصة، بس ما بعرف ما بينت بالفيديو. وحطينا شوية زيت زيتون وشوية خل أو ليمون اللي بحب. وهون الإضافة المميزة اللي هي جبنة الرومي أو البارميزان، يعني اللي ما بحب نكهتها القوية ممكن يستغني عنها. وهيك صار قوام الصلصة كريمي. هلأ بدنا نحط الدجاج، مكعبات الدجاج على النار ونشوحها كتير منيح، بس ما بدنا نخليها تنسلق، بدنا نخليها تتشوح وتتحمر شوي. وهيك وصفتنا جهزت، وحطينا عليها الصوص، لازم يكون بارد أطيب. هيك بعد ما حطينا الخس والخبز والدجاج حطينا الصوص، طبعا الصوص لازم يكون بارد، يكون أذكى. وبحب أشكر كل اللي بيبعتلي مسجات وبدعمني، وإن شاء الله ما بقصر معاكم، وإن شاء الله كل وصفة تبعتولي إياها حجربها معاكم، وبتمنى تجربوا هاي الوصفة وتبعتولي صورها. وبحبكم كتير، وألف صحة وعافية.